حسيتي في يوم بالوحدة في قلبك وسط زحمة الدنيا؟ قيام الليل هي اللحظات اللي تقعدي فيها مع نفسك مع ربنا، بعيد عن كل الضوضاء اللي حواليك. في الفيديو ده هنتكلم عن عمق قيام الليل وفضائل قيام الليل. فضائل قيام الليل الروحية اللي بتغير حياة الإنسان من الداخل للخارج. قيام الليل مش مجرد صلاة، لكن هي سبحان الله رحلة لداخل النفس. في هدوء الليل بتتكلم الروح مع ربنا سبحانه وتعالى. قيام الليل بتغسل القلوب من هموم الدنيا. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما بنقوم الليل هو جسر بين القلب وربه، طريق إلى السكينة الحقيقية والقرب من الله عز وجل. لما نصلي ركعات قيام الليل القلب بيحصل فيه هدوء وبيخف القلق، والوقت اللي بنصلي فيه قيام الليل ده بيكون وقت للتأمل والمراجعة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكل دعاء في الوقت ده وكل دمعة صادقة منك دي بتوصل مباشرة لرب العالمين، فتحس بعدها بروح متجددة وبسلام داخلي طبعا لا يقدر بثمن. قيام الليل بيفتح أبواب الرزق والبركة بطرق لا نتوقعها. مش الرزق بس ماديا، لكن رزق القلب، إن يكون عندك قلب صافي، قلب بيخشع لكلام الله، أو تاخدي رزق في الطمأنينة، يكون دايما قلبك مطمن. رزق في القوة، إن يكون عندك قوة على مواجهة أي صعاب أو أي مشاكل بتواجهها. اللي يسهر الليل بيتلقى نور داخلي، النور ده بيوجهه في حياته، فتحس إن كل شيء حواليكي أصبح أخف وأسهل عليكي، وكل قرار أنت بتاخديه هتحس فيه حكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. عايزة يكون قيام الليل هو حالك دايما؟ أول حاجة ابدأي بخطوات بسيطة، ابدأي بركعتين أو بأربعة، بس أهم حاجة إن يكونوا بخشوع. ركزي على الدعاء والتأمل في آيات الله، خلي قلبك خاشع، وخلي الليل ده يكون صديقك وسكن ليكي. هتسمعي وقتها رسائل ربنا سبحانه وتعالى جواكي. مع الوقت هتحسي بتحول داخلي، وعقلك هيكون أكتر وضوح، وروحك هتكون أخف. قيام الليل مش مجرد عبادة، لكن هو لقاء حميم بين الإنسان وربه. هو رحلة من الظلام للنور، من القلق للطمأنينة، ومن الضعف للقوة. ابدأي الرحلة الليلة وخدي وقتك عشان تكوني قريبة من ربنا، وانت هتكتشفي السعادة الحقيقية. تعالوا كده بقى نتكلم عن فضائل قيام الليل. أول حاجة قرب العبد من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. قيام الليل وسيلة للاتصال المباشر بين العبد وربه، لما بيكون القلب حاضر والخشوع أقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل. قيام الليل عبادة بيقوم بها الإنسان في الخفاء، وده طبعا بيزيد في الأجر والثواب. لما انت تسهري علشان عبادة انت هتعمليها زي قيام الليل، ده بيزيل القلق والتوتر، وطبعا بيخلي فيه سكينة للنفس. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقيام الليل طبعا بيخلي فيه بركة في الدنيا، والرزق بيزيد، وطبعا بيكون في حكمة لما تيجي تاخدي أي قرار. الدعاء في الليل ده بيغسل القلب من الذنوب وبيجدد القوة الروحية اللي عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الليل وقت خلوة بين العبد ورب، فرصة للتأمل في الحياة والآخرة. لما تقومي من نومك ومن راحتك عشان تعبدي ربنا سبحانه وتعالى، ده بيرفع عندك من إيمانك وبيزيد الصبر على متاعب الدنيا اللي انت عايشاه. قيام الليل سبب لتحقيق أي بصي بقى يعني أي حاجة انت محتاجاها في حياتك، وبتتوفقي طبعا في حياتك وبتنجحي. بيبقى سواء بقى نجاح مادي أو نجاح في شغلك، نجاح في أي حاجة بقى انت يعني. سبحان الله، اللي بيصلي قيام الليل بيحس بكل حاجة دي أنا بقولها. قيام الليل بيخلي الإنسان أقرب للرضا وللطمأنينة. أتمنى لو انتوا استفدتوا، وشاركوا الفيديو مع أحبابكم ومع أصحابكم، وما تنسوش بقى تعملوا اللايك، وما تنسوش كده تكتبوا لي تعليق حلو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.